باذن الله هترجع بالرجوع. ازيك يا ابو طارق؟ ازيك يا عم عبد؟ انا جبت لك الفلوس كامله، لما بيع القراطين هجيب لك الباقي. ما عندكش حد يشتريهم؟ اسالك، بقول لك ايه، ميعاد المركبه قرب والناس دي كلها مستنظره، باذن الله هترجع مليونير. يسمع من بقك ربنا. نهارك جاي. اتأخرت ليه؟ بس كسبانة انت عارف. وصلت لحاجة؟ وديه بوسي. خد دول، مش حرمك من حاجة اهو. طيب. حاجة ايه عملت ايه؟ قدمت في كام شغلانة مفيش فايدة. انت عارفة، لا انا ابويا وزير ولا امي رقاصة. على فكرة انا رحت لعبده. عبده برضه يا طارق؟ شايفة لها حل تاني غير الطفشان؟ زي ما نبيل عمل كده مع رأي. انا مش زي نبيل. ونبيل ده برضه اخويا، ما كانش ناوي يسيبني، بس هو فين دلوقتي؟ يا هبل، نبيل ورانيا ظروفهم غير ظروفنا خالص. انا عارفه يا طارق، بس برضه مش عايزاك تسافر. هنرجع للموال ده تاني؟ اقعد هنا ليه؟ مسيرك هتلاقي حاجه بشهادتك يا طارق. شهادتي؟ ما انت اصلك شايفه شغل مرطرط قد ايه؟ انت نسيت انا حفيت قد ايه عشان اخد شغلانه السوبر ماركت المنيله دي؟ يبقى تحمد ربنا عليها يا طارق. انت ما بتفهميش ان على ابو غبائي مش واقف ويبقى حاسبا. ما ينفعش يا عم. عرفت الكلام ده امتى؟ انا شاكه بقالي اسبوعين، النهارده اتاكدت. ميتين كده.
حامل؟ طب والعمل؟ اتجوز. ازاي واحنا ديننا مش واحد؟ انا مش هنزله يا طارق. وهتقول لاهلك ايه بقى ان شاء الله؟ قول لي انت بقى، قول لهم ايه؟ قولي لهم انا غلطت مع طارق ولازم نتجوز ونعيش على العيشه اللي فوق سطح صاحبتك، ونبقى اساليها الايجار بكام. وبعد ما انزله سافري معايا عشان نغرق سوا في البحر، مش كده؟ هو احنا مش غرقانين؟ فاكر عشان بتديني موتوسيكل الزباله بتاعك ده هتسلني؟ تعالي اوعى يا طارق، تعالي. اوعى. انا مسافر بيكي او من غيرك، عشان كده اللي في بطنك ده لازم ينزل. أنا اسمي رانيا، خريجة معهد خدمة اجتماعية، بساعد أمي في شغل البيت الصبح وبشتغل في الكوافير بعد الظهر. كده كويس؟ تمام تمام عروسة زي الفل. دي المواصفات اللي احنا عايزينها. من بقك لباب السما يا رب. خير ان شاء الله. انت عندك فكرة بقى يا عروسة ان انا باخد 20% من المهر ولا لا؟ وماله؟ بس يجي العريس بسلامته يا حاج. انا عايز اسألك سؤال يعني ولا مؤاخذة يعني، انت زي اختي. انت بنت بنوت ولا؟ جرى ايه يا حاج؟ وانت شايفني ايه قدامك يعني؟ ينفع الكلام ده برضه؟ يا ستي احنا بنسأل، هو السؤال حرم. وعايز اطمنك بقى، العريس موجود ان شاء الله، يجي بالسلامة من السفر، هاخده من ايديه ونروح لاهلي ونقول لك مبروك يا عروسة. ايوه يا امل. ايوه يا رانيا. انت فين؟ هقول لك بعدين. انا عايزاكي تتصرفي لي في قرشين، محتاجاهم لحاجه ضروريه، وتجيلي بعد الشغل. خلاص هجيلك على الكوافير بعد الشغل. سلام. ايوه مين؟ دليفري. طيب استني. شكرا. ثانك يو. ويلكم. ربنا يخليكي.
بيتنا. ما تفتحي يا بنتي وانت ماشيه. الطلبات اللي وقعت منك وباظت دي هخصم ثمنها من مرتبك. ما تتحرك يا اخويا وتروح تشوف اكل عيشك انت راخر. ما انا ما ينفعش اخد غير 5 طلبات بس. ايه ده؟ هو زفت راخر لسه ما جاش؟ خلاص هبقى اخدهم لما ارجع. والزباين هيستنوك اظن. تعالي انت، تعالي خد الطلبات دي وديها لمحل الكهرباء اللي ورانا بسرعه يلا. دليفري. ايه يا رانيا ده؟ يقطعني يا مدام. يقطعني ايه يا رانيا؟ انت اول مره تعمليها. ما كانش قصدي. مش قصدك ده كلام. انت ايه ده؟ انت خصعتيني ولا ايه؟ معلش اعصابي تعبانه. اعصابك تعبانه من ايه؟ عندي ظروف صعبه يا مدام ميرفت. لا مؤاخذه يا مدام، انا طمعانه في كرم حضرتك، مزنوقه شويه ومحتاجه مبلغ بسيط، ربنا ما يحوجك لحد. بقول لك ايه؟ انتوا حكايتكم النهارده دي تاني واحده تقول لي انا مزنوقه. هو يوم الزنقه النهارده ولا ايه؟ معلش يا مدام، هو انا عمري قصرت معاكي؟ انا بقالي 3 من غير ما تقصري. بدل بتكسبي تحافظي على فلوسك بدل ما بتطلبوا. ايوه الله يا ابني الله كده انا احبك. ايه ده؟ امل. الو. يا سمير، امك جت؟ لا امي لسه ما رجعتش. طب ادي التليفون ل6. ماشي اديني دقيقه واحده. يا ام نبيل ايه في ايه يا واد؟ بتزعق كده ليه؟ خالتي عايزاكي على التليفون. طب استنى لما انزل لك السبت يا واد. قد استنى يا واد بلاش غلبه بقى. سلك يا ام ريم. حاضر. تسلم ايديك يا حبيبتي. تسلم. في كده بسرعه عشان انا جعان. عينيا. الو. ايوه يا امل، اختك لسه ما رجعتش لغايه دلوقتي. لا يا ماما ما تخافيش، هي اكيد عندها نبطشيه في المستشفى. لا خدي بس انت الدواء، خلي بالك من نفسك. ما تخافيش يا حبيبتي، خدت الدواء. بقول لك ايه، اوعي تتاخري، تيجي بسرعه، فاهمه ولا لا؟ انا جايه على طول. سلام. ايه رايحه فين؟ مروحه. طب تعالى اوصلك. بجد؟ اي حاجه. عايز اكل يا باشا. اي حاجه. امي عيانه يا باشا. عايز اكل يا باشا. اوعى حاسب. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ قول لي. اوعي بقى سيبيني، مالكيش دعوه انت. اوعى كده. اوعى عملت ايه؟ انا عملت ايه انا؟ في هلا اقف يالا. ارحم يا ابن كلام يا هذا. خلاص يالا ليك في حالك. ايه ده يالا؟ ايه ده؟ مش بتاعتي. خد على البوكس. غلط صح؟ استنى، اوعى تخسر وانت تخسر، اوعى. فأهم حاجة يا ولاد هي الكدوة. لازم يبقى ليكوا كدوة كويسة وانت تخسر. اللي بعد يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوعي كده. فين امه دي؟ لسه ما رجعتش. انا خلاص ما بقتش قادره على الواد ده، طول النهار صايع كده في الشوارع، وامه مش دريانه باي حاجه. مش هتستريحي خير ما يطص عربيه ولا يروح في 60 داهيه. بعد الشر يا بنتي، ما تقوليش كده، طفي من بقك. سيكي يا عم، فلوس طلبتيها مني امبارح. كتر خيرك يا حبيبتي، احنا من غيرك ما نسواش حاجه.
رايحين عالبلد نتجمع شمل العشاق. لا 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 لا. شيلي ايدك شيلي. السلام عليكم. مش تبقى تخبط لما تدخل؟ ولا يا البت وخش جوه. ازيك يا عم؟ استنى يا هبه، انا اللي داخل اوضتي. ازيك يا بت؟ اعمل حسابك، انا نقلت حاجات بتاع الواد محمود هيبات معاك في الاوضه. العيال كبروا زي ما انت شايف، ما ينفعش يباتوا في اوضه لوحدهم. استنى عايزك. ارض ايه بقى اللي انت عايز تبيعها يا اخويا؟ اللي عايز يبيع حاجه يبيع حاجته. القراطين دول نصيب انا وامي، محدش هيجي جنب نصيبك. نصيبك انت حر فيه، تبيعه تولع بيه تتحرق بيه انت حر، انما نصيب امك العيانه ده انا ليا فيه زي ما انت ليك فيه بالظبط، وده بعد عمر طويل. والشقه اللي بتبرطع فيها انت وعيالك انا ليا فيها زي ما انت ليك فيها بالظبط. القرشين دول اللي هيخلوني غور واسيبها لك. غرفه 60 داهيه، الباب يفوت 100 جمل. البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهر. البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهر. صباح الخير. ممكن قلم؟ شكرا. اشتغلت اعمال حسابيه. طب سيب لي الورق وانا اشيل فوق. ايه ده؟ ده ديك ده؟ وفرخه كمان جايبهم لك مخصوص يا عسل يا قمرين. وده ايه اصله ده؟ يلا اغلي الميه لحد ما اذبح الفرخه عشان ناكلها. خبره انت يا تاريخ. يلا يا وليه يلا خلينا نفطر. ايه؟ هنفطر فراخ على الصبح يا راجل انت؟ الله، هي الفراخ بتتاكل بمواعيد. الله يلا انت حيوان الله يلا. الله يا جماعهم يا حلاوتهم. طب ما تيجي نربيهم ويجيبوا لنا كتاكيت حلوين. مش لما نجيب احنا كتاكيت الاول؟ اختشي يا راجل بعد ما شافوا ودوك كتاب. في حاجه؟ لا مفيش. وده ايه ده كمان؟ ده ديك وفرخه نجيب نشتريهم عشان نفطر بيهم. من امتى الكلام ده؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت؟ لا يا بنت، ده بدل ما تقولي صباح الخير يا انكل. صباح الخير يا انكل. خد يا نجيب. ايوه اذبح لنا الفرخه يا نجيب. حاضر هذبحها واديك بعدين. كده كده يا صحيح ولا ما تخافش يا حبيبي،
تخافش عليك بسم الصليب بسم الصليب. عامل ايه؟ وحشتني. جبت لك شويه حاجات تحفه. مساء الخير. ازيك؟ ليه انترفيو جوه؟ تعالى اتفضل. اوكي. اهلا 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 اهلا. ازي حضرتك؟ ازاي اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام. ازاي سيد الوالد؟ تمام الحمد لله. تمام سلم عليك. الله يخليك، انا لسه سامع صوت النهارده والله؟ في التليفون وسعدت بالمكالمه دي جدا. ما هو قال ان هو يكلم حضرتك. يا جماعه تقدروا تتفضلوا واحنا هنكلمكم في التليفون. اوكي؟ انت تستاهل الوظيفه. وايه ده كمان؟ ده نجيب سرقه عشان نسهر بيه. نجيب ما سرقش حاجه، عيب منك ليها. ده زي ابوك. اه بس مش ابونا. مش كنت فين يا قط؟ وانت مال امك؟ يلا يا اختي يلا انت وهي. يلا عشان تعالي يا نفطر. حبيبي تعالي يا حبيبي جنب امك هنا. تعالي يا عين امك تعالي يا اختي وحشتيني يا اختي. دلعيني يا اختي ماما يا دلعيني. ماما مش كبرت يا ماما. مين ده اللي ايه؟ مين ده اللي ايه؟ ده انت لسه بيبي يا ولد انا لسه بحبك. دلعيني يا اختي دلعيني. انا دلعي مين يا اختي؟ كفايه عليك تدلعي في نجيب. دلعي يا اختي وبعدين يبقى اقعدي بقى اشتكي. يلا كله. جبت الفلوس؟ معرفش اتفرج. هو احنا رايحين فين؟ مش وقت. شفت انت الحرفنه؟ وريني ابعت. هو انت فرحك امتى؟ يوم الخميس اللي جاي. كده بقى لازم نعمل ترقيع مؤقت. وده هيكلفني كام؟ العملية دي هتكلفك 700 جنيه. يا نهار اسود. انا مش معايا غير 200 جنيه. لا 200 ايه؟ ما ينفعوش. العملية دي مكلفة شوية. بنك وخيوط وحاجات زي كده. والنبي يا دكتور انا محتاجه اعمل العمليه، ولو ما عملتهاش ممكن اتفضح. خلاص يبقى تتصرفي. انا ما اقدرش اعمل العملية دي اقل من 700 جنيه. حاضر هتصرف. انا خايفه قوي يا امل. لان على الابو دي جوز. لو ما عملتش كده الجوازه هتبوظ، وبعدين انا اول ولا اخر واحده تعمل العمليه. تفتكر نبيل ممكن يعرف اني خلاص هتجوز؟ هو فين نبيل دلوقتي عشان يعرف ولا ما يعرفش؟ يا ريتني كنت سافرت معاه. خليكي في اللي انت فيه، وبعدين انا قدامك اهو. طارق برضه هيسافر ويسيبك. سافري معايا يا امل، ما تخسريهوش. وسيب امي لمين؟ يا بنت الحب ده مش اللي زينا. سيب ايدي يا نجيب. طحالك اوعي سيب امي يا واطي. سيب امي. امك مين؟ دي مراتي يا بنت سنوده. قبل ما تكون مراتك دي امي يا عم يا سافر. امك مين يا بنت؟ امك منين ها؟ ده انت بعتيها عشان الواد الصايع بتاعك. امشي. ماشي. هات امك. لا مش
معلش. خلاص يا عم، خلاص. رايحة فين؟ رايحة في داهية بقى، سيبوني في حالي. يعني اتأخرت برضه النهارده. خدي بالك ده آخر إنذار ليكي. أنا آسف أوي يا فندم إن الطلب اتأخر. 5 دقايق يا فندم. معلش أنا بكرر أسفي مرة تانية. أنت يا بنتي ما بتتصلي بالهباب بتاعك ده قولي لي يجي بسرعة. ما هو في السوبر ماركت دلوقتي، وبعدين عنده وردية ما ينفعش نسيبها. واحد في السوبر ماركت والتاني أمه عيانة ومعاها عند الدكتور، والفيسبا بره مركونة بدون شغلة ولا مشغلة. لو عايز اوصلك الطلبات اللي حوالينا ماشي. لا يا حبيبتي توصلي الطلبات لكل الزباين. خدي ال10 جنيه دي وخدي تاكس ولف على الزباين كلها. مساء الخير. دليفري. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. تخلي بالك من المكنه لغايه ما اطلع. عينيا. ماشي. مساء الخير. مساء النور. دليفري. ميرسي حبيبتي، ثانك يو. 180. اوكي ثانية واحدة، خليكي هنا. ثانية واحدة. يا حاج، يا حاج،
فين الفلوس؟ اتفضلي يا حبيبتي. مالك؟ انا لسه ناقصلي 2 جنيه. تعال خد مكان عشان اروح الحمام. وحشتيني. الموتوسيكل اتسرق. الموتوسيكل اللي اتسرق؟ موتوسيكل المحل. خدته عشان اوفر حق ال10 جنيه. يخرب بيت عقلك. الحق مش عليك، الحق على الحمار اللي علمك السواقه. اتسرق ازاي؟ طلعت اوصل الطلب ونزلت ما لقيتهوش. طب استنيني جايلك. قول لحضرتك ايه؟ افندم معلش بس انا كنت هروح مع خطيبتي مشوار بس. شغلانه كل شويه؟ ما معلش. معلش ايه؟ عشان عندنا بس ظروف في البيت وكده. هي الزيوده ما بتخلصش خالص؟ عشان خاطري معلش. بالسلامه يا عم الحاج، اتفضل. تعالي قدام على الاسم نروح نعمل محضر. هنقول له ايه؟ هنقول له ايه يعني؟ هنقول له اللي حصل. هنقول له عملنا لك محضر عشان التأمين. تعالي. اتسرق؟ انا خدته عشان اوصل الطلبات. الفلوس اهي. فلوس ايه يا ابو الفلوس ايه؟ والموتوسيكل؟ اطمن يا معلم انا ما سكتش. حلو، ما سكتش. عملت ايه؟ انا عملت محضر. عملت محضر؟ عشان التأمين. تأمين ايه يا ابن الكلب؟ هو التأمين بيدفع حاجة؟ بقول لكم ايه؟ آخر مرة اشوف وشكوا في المحل هنا. يلا اطلعوا بره. انا مش ماشي غير لما اخد بقية حسابي. وانا حساب الاسبوع اللي فات انا ما خدتوش. عايزة حسابك؟ طب يلا يلا. يا راجل يا ابني يلا معاك. يلا يا ولاد. شيلوهم بره. شيلوهم بره. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ابعد عنك ايه؟ ابعد عني. يلا اتفضلي بره. كوري في 60 ناحية. مفيش فلوس. يعني ايه مفيش فلوس يا حمام؟ بره بره. امشي. كوري في 60 ناحية. عايزه فلوسي يا حرامي يا نصاب. بره قلت لك. بقول لك عايزه فلوسي. اوعى. بره في 60 ناحية. مفيش فلوس. يا حرامي يا نصابين. بره قلت لك. لا يا طارق انا عايزه فلوسي يا طارق. بره. استهدى بالله. خدها واطلع بره. مش هطلع بره، عايزه فلوس. بره مفيش فلوس. بس بقى.
يا حبي. ايه ده؟ واخد السجاجيد رايح على فين يا عم نجيب؟ طلع بيها. عايز ايه؟ واخد السجاجيد رايح على فين؟ رايح انضفها. ستة كانت بتندهلك. يلا يلا. طب والله انا اقل ستي. اترفدت. ايه؟ استني هنا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هندور على شغل تاني. وهناكل منين لغايه لما تلاقي الشغل التاني ده؟ تقولي الافندي بتاعك ده ينزل يدور على شغل بدل ما هو مرمي كده. عيب يا امل، عيب. ده برضه زي ابوكي. ابويا عمره ما كان بياخد فلوسنا عشان يصرفها على القمار. ده حتى شهرية الكنيسة مش هتقها. انا لازم اهج من هنا. سيبك لمين؟ ايه ده؟ السلسلة. يلا انت يا احمد كلامك مش منطقي. وامسك الطبق عادي. وهو الاوروبي ده اللي بيجيب الحق لازم الدش يبوظ طبعا. بقول لك اخلع انت. ادي ده لعم في نص. ماشي. عامله ايه؟ تمام. على فكره ما عرفتش اتصرف في المسدس. صحيح نجيب ده اتصرف فيه ازاي؟ انا عارفه سرقه ولا كسبه من القمار. ان شاء الله يموت. تفتكر انا وانت نروح الجنة مع بعض؟ اكيد. انت مش عايزاني؟ لسه بتسأل؟ تفتكر الجنة بتاعتكوا هي الجنة بتاعتنا؟ حق. ده يبقى حته مقلب. عارفه ساعات بحس ان النجوم دي في ناس عايشه فيها، بياكلوا ويشربوا ويرقصوا ويغنوا، يحبوا في بعض. دول انس ولا جن بقى؟ يعني تفرق. انت لو بصيت وراك على التراب هتلاقي العفاريت بتنططوا فيها للصبح. بس انت عارفه انا عندي استعداد اعيش في وسط العفاريت الزرق بس اخد حقي. في المركب المعفنه اللي انت عايز تسافر فيها دي هتغرق. هوصل وهعيش واحقق كل احلامي. ده ابن عمي لهبل عملها، انا مش هعملها. مش هينفع اسيب امي يا طارق. يا ابني عمر امك ما هترضى بيا وعمر امي ما هترضى بيك. ليه نعيش في مشكله كبيره؟ واللي في بطني يا طارق؟ اللي في بطنك ده لازم ينزل لو عايزه تعيشي معايا. بحبك يا عم، بس انت عقليه. لو اتجوزنا هناكل منين ونعيش فين؟ فين المسدس؟ تعالي معايا وانا اجيبهولك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. انت مش هتسيبك بقى من البت المزيته دي؟ بقول لك ايه، كله اللي امل. وانا يعني بفتري عليهم؟ هما مش بياكلوا لحم خنزير، يبقوا مخنزرين. بقول لك انا مخنوق، سيبني لوحدي.
بنحب نشغل قرآن يمكن الشياطين تمشي. عبده بيقول انه هيلاقي حد ياخده. طب ما تخليه معاك. انت عارفه مرات اخويا كل شويه تقلب البيت عليه وطيه. بقول لك ايه، وديه لنجيب احسن، مش عايزين مشاكل. ماشي. حنان حنان غطسانة فين بقالك يومين؟ انت مالك؟ يعني انا مالي؟ امك كانت هتتجنن عليكي. مش دعوة، خليكي في نفسك. وابنك اللي مرمي في الشوارع ده يخليه في نفسه؟ بقولك ايه؟ كده سيبيني احلم. إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي نادر علي عذرا. لو خلصتيني لقيت لك 100 شمعة في كنيستك اشفعي لي عند الرب، خليه يسامحني ويحفظ لي ابني لأنه أغلى حاجة عندي. مساء الخير. لو سمحت كنت بدور على شغل. لا ما عندناش شغل هنا. مساء الخير. لو سمحت انا كنت بدور على شغل. للاسف ما فيش شغل. البنت بتاعت امبارح طلعت عيني. لما خلينا في بتاعت النهارده، ايه الجمال ده يا مزة؟ يا وز يا وز يا بط يا بط. الوز يحب الهز والبط يحب النط. يا يلا فكك. وقتك. هات الفوطة يا طارق. اتفضل يا سعد. مالها بقى الشغلانه دي؟ زي الفل، برنس نفسك وفلوسك في جيبك، ولا المرمطه في الشوارع اللي كنت فيه. يا عم يعني انا كفرت عشان قلت ان انا عايز اعيش زي البني ادمين. انت انا لما تسافر هتشتغل ايه؟ مدير؟ يا عم انا عارف ان هيطلع 3 عين اهلي عشان القرش. بس على الاقل الاقي حقوقي، هاخد حق تالت ومتلت مش زي هنا. بقول لك ايه؟ رب هنا رب هناك. سيبك بقى من الفيلم العربي اللي انت عامله ده. الحدوته وما فيها انك عايز تتجوز البنت، انت حر يا اخويا، اتجوزها اشربها، اللي بيشيل قربه مخرومه بتشر على دماغه. انا رايح اصلي واروح اتغدى في البيت. الو. ازيك يا موزة؟ وحشتيني. انت بتعمل ايه؟ ما لسه قدامي شويه شغل. بقول لك انا قاعد لوحدي بتيجي. فين؟ تعالي اقعد معايا. طيب انا اروح لبنت رانيا. تعالي الاول. لا اروح لها الاول واجيلك. لوحدك؟ طيب استنيني. باي.
الله أكبر. ايوه حلوين ها؟ وريني كده وريني. بسم الله ما شاء الله. وكمان الهديه للحاجه. ان شاء الله يخليك وتعيش. مبروك. الله يبارك فيك. مساء الخير. ازيك يا طنط؟ اهلا بيك. توحشيني يا بت اما تسافري. انت من دلوقتي بتودعيني؟ طب لا انا مسافره ولا متجوزه، انا قاعده لكم. بلا خيبه يا بت، ده احنا صدقنا واحده فينا تقب على وش الدنيا. وش الدنيا؟ دنيا ايه؟ ده انا مش طايقاه. بكره تتعودي عليه. يا بت ما شفتيش شكله عامل ازاي؟ ده جرم. ومش كده وبس، متجوز عنده عيال. يا بت حد قالك حبيه؟ ده انا بقولك اتجوزيه. فهموها بقى. بت يا امل، جبت معاكي الفلوس؟ طارق معرفش يبيع مسدس. يا لهوي، مسدس ايه؟ متشغليش بالك. تتصرفي ازاي؟ تصدقي بايه؟ وديني اللي انا مدفعه بقيه الفلوس. عريس الغفله بتاعكوا ده، مع انه البعيد جلده. دي من ريحته. رانيا لازم تنسي عشان تعرفي تعيشي. شايفاني بعمل ايه يعني؟ ما ديني بتنيل واتجوز اهو. امل، ايه اخبار طارق؟ صمم برضه يسافر. لازم ادور على شغل. ما تروحي تشتغلي بدالي في الكوافير. ويعني انا بفهم في شغل الكوافيرات؟ وانا اللي كنت بعرف؟ او اي شغلانه احسن من ما فيش. ماشي. سلام. انت يا امل اوعي ما تجيش عند الدكتور. تخافيش. انت بتعرف اهو. انا بعرف كل حاجه. وهيدوك كام على كده بقى؟ ملايين. محمود اخويا بيصالحني بالشغلانه دي. ممكن امك فاهم حاجه من اللي بتسمعه ده؟ والله العظيم انا فاهم حاجه. مش عارفه الناس دول عندهم ضمير حتى في الموضوع. على قلبي داب في هواك وكفاية ليل وسهر وعلى دعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك قلبي نادالك حني في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى اللي بحبك قرب طمن قلبي عليك. مدام ميرفت موجوده؟ اقول لها يا منى مش سامعه. باليه دي بنادي عليكي. شوفي المدام جوه يلا بسرعه. حضرتك مدام ميرفت؟ ايوه نعم. انا جايب مع حضرتك من طرف رانيا.
وقالت لي ان شاء الله انا هلاقي شغل عند حضرتك. رانيا مين؟ هي كانت بتشتغل عند حضرتك جوه. وانتي اشتغلتي في كوافير قبل كده؟ كوافير؟ انت عرفت تعملي سيشوار. عرفت تعملي ميك اب؟ لا يعني انا بقعد اعمل لنفسي بس هتعلم. ولا زيكم بيعرف يعمل حاجه؟ جربيني. بس انا ما بديش رواتب. مش مشكله يا مدام، كله شغل. مش مشكله. انت عارفه يعني ايه رواتب الاول؟ رواتب يعني فلوس. فلوس. يعني هتاخدي التبس اللي بيسيبهولك الزباين، يعني فلوس تحطها لك في جيبك. هي دي. مالكيش عندي اكتر من كده. الحمد لله نعمه. انت بنت جدعه. يا منى. نعم يا مدام. شايفه المنظر ده؟ ايوه يا مدام. عايزاكي تظبطيها. حاضر. عايزه اشوفها واحده تانية. ربنا يخليكي ليا يا مدام ميرفت. تمام. على الله يكمر فيكم. شوفي القميص ده كده كده هيطلع مظبوط عليكي. هنعمل ايه؟ ما حال الدنيا صعبه من ساعه ما جوزي قعد في البيت وراقد واحنا متبهدلين. معلش يا حبيبتي مفيش حد مش تعبان. ده انا عندي 4 ولاد غير المدارس والكتب واللازم منه، ولا دواء امي العيانه، ولا المستشفى. طلبت من جوزي ان هو يعمل عمليه، الدكتور قال له 5000 جنيه، هجيبهم منين دول؟ حتى والله انا مش عارفه اعمل ايه، الراجل راقد في المستشفى والعيال قاعدين في البيت كده ولا بيعملوا اي حاجه. ولا العيال اللي طلباتهم ما بتخلص. سي ربنا يخليكي. ايه ده؟ انا افتكرتك مش متجوزه. لا ده انا متجوزه وعندي 4 عيال. ولا صاحب البيت عايز الايجار وحالف لا يطردنا. شكرا ربنا يخليكي. والراجل عايز عمليه ب 5000 جنيه. ده حتى ابويا سافر عشان يجيب فلوس العمليه وما رجعش لغايه دلوقتي. مش عارف الواحد يعمل ايه في الظروف دي. كنت فين؟ بدور على اكل عيش. انا خلاص مسافر. سافر تقعد ما بقاش يهمني. انا ماشي بجد يا امل. مسافر الخميس الفجر. فرح رانيا الخميس الجاي. ينعل ابو رانيا. انا بكلمك في ايه وانت بتتكلمي في ايه؟ انا مش هسيب امي يا طارق. وابني اللي في بطنك. وانت يهمك ايه؟ ما انت هترميه وتسافر. يا بت انا عايزك معايا. لو بتحبني هتقعد. يا اختي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس ده كبير يا ماما. يا اختي بلا كبير ولا حاجه، ما حلوه اهو عليكي زي الفل، هياكل منك حته. على الله ما يزرجن ويدفع. يزرجن؟ يزرجن ده ايه؟ هيدفع يا بنت، هيدفع غصب عنه يا بنت، وهيلاقي في جمالك ولا في حلاوتك. وبعدين احمدي ربنا هنخلص من لسنة الناس. بنت اوعى تقولي ان الفستان متأجر. بقول لك ايه يا عريس بنتي، احنا يا اخويا سلو بلدنا العريس هو اللي يجيب فستان الفرح. يعني قديش عايزه مني؟ يعني تدفع حق الفستان 1300 جنيه بس. 1300 جنيه حق البدله يا ماما؟ ده احنا استرخصنا كمان علشانك، ده الفستان بره بيتباع ب 2000 و3000 و4000 جنيه. وبعدين يا اخويا خساره يعني في ست الحسن والجمال اللي هتاخدها بيتك. لا والله ما يغلاش عليها. اهو كده. ايوه. اقوم بقى اعمل لكم كوبايتين شربات. تسلم ايدك. منوره يا عروسه. بنورك. الفستان طالع 100 مبروك عليكي. تعيش وتجيب لي كمان وكمان. الله يخليكي. انا عايزاك في طلب. قولي يا عروسه قولي. عايزه
مبلغ صغير. غير مبلغ الفستان؟ الفستان ده لحاجة والمبلغ ده لحاجة تانية خالص. يعني زي ايه؟ ما اقدرش اقولك. وليه؟ ما اقدرش اقولك يا راجل. عايزاهم الحاجات حريمي يعني لليلة الدخلة. ايوه. وعاوزة مني كام؟ عايزة بس 1000 جنيه. بس 1000 جنيه؟ ما غلاش عليك يا عروسة. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اتفضلي. انتي امل مش كده؟ جايه من عند الكوافير. اهلا يا حبيبتي. اتفضلي اقعدي. اقعدي هنا جايلك تاني. اتفضلي. مش انتي سالي؟ انا شفتك قبل كده. لا ده انا امل جايه من عند الكوافير. كوافير؟ نجوى. نجوى انا مش هينفع ولا ايه؟ وانتي مالك انتي بالحاجات دي؟ انتي حسابك معايا، شوفي شغلك مالكيش دعوه، خليكي في حالك. يلا. اهلا يا حبيبتي. ايه؟ انا انتهزتها فرصه انتي مش موجوده، قلت اظبط حواجبي. لا دي مش بتاعه تظبيط الحواجب، انا جبت لك واحده تانية تظبط لك اللي انت عايزه. يلا. طب اخف دقني. هخف لك كل حاجه. يلا خف. راجعالك. بصي يا امل يا حبيبتي، شايفه الاوضه اللي هناك على اليمين دي؟ استنيني فيها وانا هجيلك على طول. يلا حبيبتي على مهلك. يلا. ايه يا جماعه ما تقوموا تفرفشوا كده، ما تقومي ترقصي لنا شويه ورينا كده. ايوه كده. يلا يلا قوموا ارقص معاها. قوموا قوموا ما تتكسفش. ايه ده؟ انا دافع ال2، 3 كتير عليا. ايه مالك؟ معلش الاوضه كانت مشغوله. بصي في اوضه تانية فاضيه هنقعد فيها. تعالي. ايه مش عايزه ايه؟ اوعى اوعى. مالك يا أمل؟ مالك يا حبيبتي؟ أبوكي ما يتعوضش يا أمل،
وحشني قوي. مش هي دي بنت شنودة وإيفيت؟ هي لسه ماشية مع الواد إياه تقريبا. لو شنودة عايش كان قتلها. لا يا طارق، معلش حاول تتصرف لي في عربية ضروري. بعدين عند دكتور سامح اللي عند مخبز دراز. ماشي، سلام. وقعت منك يوم ما سبت المحل. شكرا يا مينا، دي الحاجة الوحيدة اللي بتفكرني بابويا. على فكرة فرح رانيا يوم الخميس الجاي، لو تحب تيجي، هو جنب البيت عندنا. أمل، خلي بالك من نفسك، ولو احتجت أي حاجة أرجوك ما تتكسفيش مني. انت ايه اللي وداكي هناك من اصلا؟ ما تردي عليا يا امل، ايه اللي وداكي هناك؟ شغل ايه؟ انا مش عايزاكي تروحي هناك تاني، انت فاهمه؟ هي دي اول مره تروحي هناك ولا رحتي هناك قبل كده؟ ممكن تفضلي معايا؟ اتفضلي. جبت العربية؟ خدت عربية إبراهيم العشري، قلت له أفولها لك. هي ممكن تروح دلوقتي.
عايزك تيجي معايا. هي ليه رانيا حصل لها كده؟ على فكرة انا اديت ال 40,000 جنيه لعبده. انت بعت القراتين بتوعك؟ عشان تيجي معايا. رخصك وانزل لي. ايه؟ شوف لنا حكاية البت دي ايه؟ هو كل يوم المناظر دي؟ احنا مش هنخلص؟ معاكي بطاقة بت؟ وريها لي. عربية مين دي يالا؟ عربية صاحبي يا باشا. وانت تعرف اصحاب معاهم عربيات؟ قولي لي بقى، الواد اللي معاكي ده ابن عمك ولا ابن خالتك؟ ده كان نايم فوقيكي. يعني مش ممكن نحلها ود يا باشا؟ ايه ودي ده يا روح امك؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ طب غور انت، اقف على جنب. ايه يا سيروميو؟ مش عارف تمسك نفسك؟ مزنوق؟ خلاص حبكت دلوقتي؟ تعرف انت نيلته ده ايه؟ انت هتروح السجن. انت اتجننت ولا ايه؟ انت بتكلم ظابط. اهدى ما تنساش نفسك وانت بتتكلم. خلاص اهدى. راسك بص. غور يالا، ما اشوفش وشك هنا تاني. غور يا اوساخ يا ولد الكلب. وليل طويل. اللي انت كنت عايز تعمله سبتك تعمله، لسه برضه عايز ترمي نفسك؟ شايف حل تاني؟ انت عارف انت رايح فين؟ مش هتفرق. خد بالك من نفسك.
ما تقولي حاجه. هو ايه الواحده زيك باعت نفسها؟ بلاش الكلام الكبير ده يا امل. طب وابنك؟ امال انا بعمل كل ده عشان خاطر مين؟ ما عشان خاطر سمير. عايزه يخرج من المخروبه اللي احنا فيها دي بدل ما تتهد على دماغه. كنت عايزاني اعمل ايه بعد ما ابوه طفش وسابني؟ جربت اشتغل، مفيش شغلانه جابت لي فلوس كويسه، مفيش غير الشغلانه دي اللي جابت الفلوس. الفلوس دي هتخلي سمير يعيش احسن مني ومنك، هي اللي هتخليه يبقى بني ادم زي ما كل الناس عايشه. لو التمن ان انا ابيع نفسي انا ما عنديش مانع، لو طلبوا مني ان انا ابيع حته من جسمي برضه هوافق، المهم انه ما يعيش في الفقر والذل اللي احنا عايشين فيه ده. انت فاهمه؟ امك لو عرفت هتموت. امي عمرها ما هتعرف الا لو انت اللي قلت لها. انا هسافر مع طارق عشان ما ابقاش زيك. زي ليه؟ عشان ببيع نفسي؟ بصي حواليكي كله بيبيع نفسه. امك ما باعتش نفسها لنجيب، طارق ما باعش ارضه، رانيا ما باعتش نفسها. رانيا هتتجوز وتسافر بعد ما اخوكي ضحك عليها وسافر، اللي برضك كان جوزها. وانتي بتسمي ورقه الجواز العرفي اللي ضحك عليها وكتبها لها اخوكي دي تبقى اسمها جواز؟ دي حتى ما تاكلش في ملته. وبعدين يعني لو هي صحيحه ما وريتهاش ليه العريس الغفله الجديد؟ استني هنا، اوعي انت باي حق بتحاسبيني؟ ما تروحي يا اختي تحاسبي نفسك، شوفي اللي انت بتهببيه فوق السطوح انت وطارق. ولا انت ناويه تتجوزي عرفي انت كمان؟ كده برضو يا امل؟ عايزه تسيب امك وتمشي؟ انتي خدي بالك من امك، ما انتي خلاص بقيتي تعرفي تجيبي القرشين. انتي اخترتي حياتك وامك عاشت حياتها، وانا لازم اعيش حياتي. انتي نايمة؟ لا يا حبيبتي، انا بس كنت مريحة شوية كده، عيني غفلت وحلمت باخوك نبيل. قلبي وجعني عليه. متخافيش، عمر الشاي باقي. هروح لبيت رانيا عشان اساعدها. روحي حبيبتي روحي، هو بالك يا امل؟ هنتجوزوا يا اما خدوا ايه من الجواز؟ هي حنان اهي جوزها طفش وسابها، شحططه بالواد. لا يا امل، مش كل الرجاله اندال زي جوز اختك، لا يا حبيبتي. لما تتجوزي اختاري واحد زي ابوكي ده زي الفل. تحبيه يا ماما؟ طبعا بحبه، ما اتجوزت ليه يعني. قلبه زي البفتة البيضة، يتحط على الجرح يطيب. بتفكريني بيه. جوزتني نجيب يا ماما. نصيب بقى يا بنتي، جاته داهية، كنت فاكراه راجل هيملى البيت. يا حبيبتي، ألف مبروك يا حبايب، عقبالكم. يلا يا حبيبتي، يلا العريس مستعجل ومستني. عقبالكم يا حبايب، عقبالكم. يلا يا اخوانا، ألف مبروك عشان العريس ما يستوعناش. يلا يا حبيبتي، يلا زغرتي يا حبايب. يلا يا حبيبتي، يلا العريس مستعجل. خلي بالك من نفسك، وانت كمان ما تسيبيهوش. شوفي يا بنت.
الو. الو. ايوه يا طارق. ايوه يا حبيبتي. انا جايه لك دلوقتي. بتتكلمي بجد؟ جايه؟ ايوه. والله كنت عارف. اكيد جايه؟ لا جايه. طب انا مستنيك على اللسان في سيدي عبد الرحمن. سلام. انت عملت ايه؟ الحاجة ناس! امل قتل النجيب! قتل النجيب! امل قتل النجيب! أنا مش عارف الرسالة دي توصلك ولا لأ. أنا استنيتك الليل بطول وما جيتيش، بس لو لقيتيه أعرف إني بحبك وكنت عايزك معايا.
تفتكر هي دي الجنة؟ مش مهم، المهم ان احنا مع بعض. تفتكر الجنة بتاعتكوا هي الجنة بتاعتنا؟